السلام عليكم ورحمة الله حبايبي تلاميذ الصف الرابع، أهلا بكم. الأسبوع الرابع هنحل مع بعض الأداء المنزلي. ده النموذج التاني من نماذج الأداء المنزلي. حلنا في الفيديو اللي فات النموذج الأول، وهنحل في الفيديو ده إن شاء الله النموذج التاني. اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس لو بتشوفوني لأول مرة علشان لما كل ما انزل فيديو يوصلنا إن شاء الله. وهنحل كمان التقييمات وكمان الأداءات الصفية كلها. هنبدأ كده مع بعض. بسم الله حبايبي، ما ننساش طبعا نحط لايك للفيديو. السؤال الأول: مستعمرة بها 2000 نملة، غادر منها 1500 نملة، كم نملة بقيت؟ طالما قال لي بقيت يبقى بطرح في المستعمرة، يبقى المتبقي بكتب له كده بيساوي، أو الباقي بيساوي 2000 ناقص 1500. احنا عارفين بقى دي سهلة، هيتبقى كام؟ 500 نملة. طيب مش عارف اطرحها، خلاص اطرح واحدة بواحدة. 0 ناقص 0 0، 0 ناقص 0 0، هيتبقى 0 ناقص 5 مش هينفع. هروح استلف من الاتنين هتبقى 1 والصفر هيبقى 10. 10 ناقص 5 5، 1 ناقص 1 0، يطلع الناتج 500 نملة. طيب أوجد ناتج طرح 426 ناقص 118. بطرح أحاد، بطرح منها أحاد، عشرات بطرح منها عشرات، ومئات بطرح منها مئات. طب 6 ناقص 8 مش هينفع يا مس، هعمل إيه؟ هروح أستلف من الاتنين ده، الاتنين ده هتبقى 1، الستة دي هتبقى 16. 16 ناقص 8 هيتبقى 8. وبكتب هنا في اليمين مش بكتب في الشمال، خد بالك. 1 ناقص 1 0، 4 ناقص 1 3، الباقي 308. طيب السؤال الثالث: حل المعادلة باستخدام النموذج الشريطي. احنا متفقين ان بكتب هنا في النموذج الشريطي العدد الكبير اللي هو المطروح منه، اللي هو مين ده كده؟ المطروح منه، ده المطروح وده ناتج الطرح. فانا بكتب هنا في الجزء ده العدد الكبير اللي هو الكل، اللي هو المطروح منه، اللي هو 13280. واحدة بكتب فيها المجهول، وواحدة بكتب فيها المعلوم أو الجزء التاني. طيب أنا عندي عندي الكل، وعندي الجزء، وعندي جزء مجهول اللي هو الدي. عايزة أجيب نتيجة قيمة الدي. بعمل إيه؟ بطرح الكل، بطرح منه الجزء. فيبقى هنا الدي بتساوي، هعملها أنا كده من الشمال، الدي بيساوي، ممكن أطرح على طول من النموذج، وممكن أجي في الهامش وأحطهم تحت بعض وأقول له 13280 ناقص 4205. وطبعا هو حاطط الفاصلة هنا غلط، الفاصلة المفروض تبقى هنا سهوا بس، وطبعا انا كمان حطيتها هنا غلط، المفروض تبقى هنا في الجزء ده. خلاص، ونطرح عادي مفيش مشكلة خالص. يبقى الطرح بالطريقة اللي تعجبك. هقول له 0 ناقص 5 مش هينفع، هروح استلف من 8 هتبقى 7، صفر هيبقى 10. 10 ناقص 5 هيتبقى 5. 7 ناقص 0 هيتبقى 7. 2 ناقص 2 هيتبقى 0. 3 ناقص 4 مش هينفع، هروح استلف من الواحد اللي جنب التلاتة، هاخد الواحد ده اهو احطه جنب التلاتة، هتبقى 13، والواحد ده هيبقى 0. طيب 13 ناقص منها 4 يتبقى كام؟ يتبقى 9. يبقى الدي هنا هتساوي 9075. طيب السؤال الرابع: مع مالك 540 جنيها وأعطى منها أخته 210 جنيه، أي نموذج شريطي يعبر عن المبلغ واي المتبقي؟ هو معاه 540 يعني ده الكل، أعطى منها أخته يبقى ده جزء. أي نموذج شريطي يعبر عن واي هو المجهول أو المتغير. اتفقنا ان الكل بيتكتب فوق زي ما عملنا هنا. طيب هل ينفع ده كده الكل؟ لا طبعا. طيب ال 210 دي جزء ما بتتكتبش فوق، يبقى ده كمان لا.
540 الكل اللي بتتكتب فوق، وفي الجزئين اللي تحت ده بكتب المعلوم والمجهول، يبقى النموذج ج هو اللي صح وده كمان غلط. سؤال رقم 5، إذا كانت 820 بيساوي ب زائد 100، فإن البي بيساوي إيه؟ هطرح من ال 820 هطرح منها ال 100، فيبقى البي بتساوي 820 ناقص 100، هيبقى الناتج كام يا شطار على طول؟ 720. طب أنا مش عارفة أجيب الناتج يا مس على طول، اطرح 0 ناقص 0 0، 2 ناقص 0 2، 8 ناقص 1 7. تمام؟ وده كده النموذج الثاني من الاسبوع الرابع من نماذج الاداء الصفر الاسبوع الرابع. هسيب لك في نهايه الفيديو النموذج الاول، شوفوا لو كنت لسه ما شفتوش. منتظرني ان شاء الله في الفيديو القادم، هنحل مع بعض النموذج الثالث والاخير. ربنا يوفقكم. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله.